مساء الخير، وخليني ارجع شوية لحكايات عن حاجات، لان مفيش افلام كتير نتكلم عنها. كنت عملت لك فيديو زمان اسمه ازاي تبقى مصمم بجد، ايام ما كنت خاسس. ولعلمك اونلي ابويا اللي بياكلني كان جادج مي ويقول لي انا تخنت ولا لا. عدي النقطة دي. المهم ظهر دلوقتي، او مش دلوقتي، هو ظهر بقاله كام سنة، فئة اخرى من المصممين. وجب برضو عليا كمقدم محتوى ان اوعيك اللي بتسمعني واحط بين ايدك الاختيار زي فيلم ماتريكس، ويا تختار الحباية الزرقاء لا مؤاخذة، يا تختار الحباية الحمراء لا مؤاخذة برضو. وزي ما عرفتك يا ابني ازاي تبقى مصمم بجد، وما ترجعش تسألني تبقى مصمم، شوف الفيديو هتفهم. دلوقتي هقول لك الطريقة ازاي تبقى مصمم مش بجد ولكن مشهور وعندك فولورز. خلينا ما ندعيش المثاليه، كلنا عايزين فولورز لسبب انا شخصيا مش عارف ليه اصلا. يعني انا بقول لك اعمل فولو على الانستجرام، اعمل لايك، وانا مش فاهم. يعني انا ما ببصش حتى في الارقام دي. بس عادي، هو دي اسطمبه بتتقال كده. احنا عايزين فولورز، احنا عايزين نبقى مشاهير، احنا عايزين نبقى معروفين، احنا عايزين نبقى ماشيين في الشارع بيتشاور علينا والناس بتتصور معانا. فطره انسانيه، طبيعه بشريه. بس كونك اخترت مجال زي مجال التصميم فانت مش هتبقى مشهور، بدليل ان كل الناس اللي انا بتكلم عن شغلهم في افيشات الافلام هم قد يكونوا مشهورين في المجال، ان دي ناس شركات ليها اسم وناس شغالين ليها اسم، فالعملاء بيجوا لهم. لكن عمرك ما تلاقي حد بيتصور مع حد معاهم في الشارع، ان هم مش معروفين. ودي مش حاجه وحشه، دي ناس مركزه في شغلها وبره البروباجندا وبره بقى حكايه الفولورز والحاجات دي. ولو دخلت في بروفايل اي حد منهم هتلاقي بس بروفايله شخص عادي جدا، عنده اصدقاء بيتكلموا في حاجه، يشير ميم بتاع. لكن ظهرت دلوقتي فئه المصمم ابو فولورز. فانا بص يا ابن الحلال، انا هقول لك ازاي تبقى مصمم بفولورز بدون روت. احبابي في الله ركز بقى معايا، ورقه وقلم واكتب. بص يا سيدي، احنا هنصحى الساعه 9 الصبح، نروح اي مكتب بريد ونعمل بطاقه اسمها ايزي باي، ونحط فيها رينج من 500 ل 800 جنيه. ده راس مال هنبدا بيه مشروع المصمم الفيمس. حلوين يا ابويا؟ طيب عملناه في كام؟ ساعتين. حلو. روحنا البيت الساعه 11. نعمل ايه؟ من 11 لواحدة هنتعلم اداتين في الفوتوشوب. ايه الاداه اللي بتحدد بيها الدماغ، والاداه اللي بتسحب بيها الدماغ على صوره تانية. ده كل اللي يخصنا في الفوتوشوب يابا، بقى لفلات ما نعرفش. هو من 11 ل 2 تدرب نفسك على الحاجات دي، وكده مبروك يا ابني، انت بدأت كاريرك كجرافيك ديزاينر. خطوه رقم 3 بعد ما عملنا الكارت وتعلمنا اداه اللاسو تول والموف تول، هنروح على انستجرام ونعمل اكونت. لو عندك اكونت قديم شغال ماشي، شيل بس منه صورك، ده رقم 1. واهم حاجه اسمك والبايو بتاعك على الانستجرام. سيبك من اسمك دلوقتي، تعال نمسك البايو. ارزع فيه اي كلام مش فيك اصلا، واوصف نفسك في البايو بحاجات انت اصلا مش عارف يعني ايه. فيجوال ارتست، ديجيتال ارتست، فيجوال فوتوشوبر، فوتوشوب ماستر، مانيبيوليتور، فيجواليزيتور، ماستر ارتستيك، ارتست. فارت، قول ارت، ما تقولش جرافيك ديزاينر. جرافيك ديزاينر دي دلوقتي اي حد بينزل بيكس ارت بيقول عن نفسه جرافيك ديزاينر. لا، احنا ارتست. انت لسه متعلم اساسيات النهارده الصبح. طبعا النهارده الصبح دي كنايه، محدش هيتعلم اف لطيف. انت ممكن تكون متعلم بالك سنه، يعني شاكب راكب سنه، فاهم؟ او مثلا تعرف ان في برنامج اسمه فوتوشوب من 2008 وبدات تشتغل عليه في 2018، فحسبت ال10 سنين دول 10 سنين خبره، بس محدش هيدور وراك. ركز بقى، يلا بقى قول خبره. 10 سنين خبره. ايه هو خبرتك؟ انا عارف ان في فوتوشوب، بعرف اسطبه. حلو، بعرف اسطبه، جميل. تمام، ظبطنا البايو لطيف. نيجي بقى على الاسم. احشر في اسمك اي شيء ليه علاقه بالتصميم. اي ديزاين، جي اف اكس، في اف اكس، اس اف اكس، تريبل اكس، فوتوشوب، فوتوغرافي بقى فرنساوي. اكتبها بالكوبي. ممكن الكوبي ده ممكن يبقى ترند قدام يعني. بص بقى يا سيدي، هناخد جوله كل يوم كده. اعمل لنفسك جوله 3-4 ساعات في الانستجرام والاكسبلور بتاع انستجرام، وشوف مين الممثلين والانفلونسرز والمشاهير، مش اي مشاهير، النشيطين على انستجرام وبينزلوا ستوريز بصفه دوريه، وابدا كده اعرف تاريخ ميلادهم. تمام، خلاص يعني احنا كده عملنا كل نشتغل بقى، نعمل شغل اعاد ميلاد. في فيجوال ارتست بيعمل شغل اعاد ميلاد، اي حد، كومبارس، ممثل درجه تانية، ممثل درجه ثالثه، انفلونسر من الهبل بتوع انستجرام، فاهم؟ اللي هو الصفحات بتبعت لهم منتجات عشان يطلعوا يا جماعه الساعه دي جامده، ويعمل لهم شغل الرخيص بتاع انستجرام ده، انت فاهمه؟ اي حد نشط اديها في الاعياد الميلاد. يعني انت مثلا ممكن، طب ما تيجي نشوف. طيب ما احنا مش كل يوم يبقى عندنا عيد ميلاد، لازم ايه
نعمل نمره تانية. بص يا سيدي، هي بتبقى ستارتر باك كده. انت هتجيب الممثلات الفيميلز في قائمه والذكور او الميلز في قائمه. حلوين نمسك الممثلات الاناث. اي ممثله ينفع تعمل بلاك ويدو، فخد راسها حطها على بلاك ويدو. حلوين. اي ممثله ينفع تعمل كابتن مارفل ووندر وومن، خد وراسها ركبها. اي ممثله ينفع تعمل اميره من اميرات ديزني، الجميله والوحش، الوحش والجميله، الوحشه اي حاجه. ونعمل ايه بقى؟ منشنز، اديها منشنز ونزل ستوريز ونزل اعمل منشن. وبعدين ما تعملش، خليك بقى ذكي بقى، ما تعملش منشن لاكونت النجمه بس، لا ده انت هتعمل منشن للنجمه ومنشن لاي صفحه فان بيج للنجمه، بحيث لو هي ما شافتهاش الصفحه بتاعتها او مش بتاعتها اللي هي بتاعت الفانز بتوعها اللي فيها فولورز كتير يشوفوا شغلك وينزلوا ستوري ويعملوا لك منشن. ومنشن يعني فولورز. ركز بقى واصحى للكلام. وطبعا احنا مش هينفع نكتب البوست كده، احنا لازم نحشر في البوست هاشتاجات، فاهم؟ هاشتاج تيك توك، هاشتاج مشاهير، هاشتاج انفلونسرز، هاشتاج هنا الزاهد، هاشتاج مسلسلات رمضان، هاشتاج محمد رمضان، هاشتاج البرنس، هاشتاج اكسبلور عشان تطلع في الاكسبلور. خليك بقى ناصح بقى. نيجي للرجاله. بص يا سيدي، اما الممثلين الرجاله فده الموضوع بقى يتوقف على الترند. يعني لو الترند افنجرز اديها. اي ممثل ينفع يعمل سبايدر مان ويعمل بلاك بانثر ويعمل دكتور سترينج على حسب الترند. لو الترند فيلم مثلا زي ترمينيتور يبقى كل الممثلين نص وشهم حديد. على حسب الترند ركب. وهنعمل منشنز، هاشتاج منشنز، هاشتاج، ومشي امورك. بشكل ما هتتلاحظ وتاخد نوعيه تعليقات اللي هي من نوعيه ثانكس يا فنان، شكرا انت فنان بجد، بفرانكو، بانجليزي، بعربي، ما وات ايفر. فنان قلوب، فنان عظمه، شغل عظيم، عظمه. ما جبتش فولورز، هعمل ايه؟ نسيت اول خطوه؟ لا ركز معايا، الله يبارك لك. احنا ما هنمسك طريق، احنا دلوقتي هنانيشيت كارير از جرافيك ديزاينرز وناخد اكسبوجر. نعم ما نستحقهوش، بس لا احنا ركز بقى. وهنا نستخدم بطاقه ولاده الوحوش اللي هي بطاقه الايزي باي اللي عليها فلوس، ولاده الفولورز. هنخش نبروموت كل التصميمات السكه اللي احنا بنعملها دي، تظهر للناس غصب عنهم في الاكسبلور. يقوم جاي ادمن صفحه اسمها ميكس سكرينه، يقوم جاي واخدها وهو اهطل كمان ما يفهمش الفرق بين الرسمي ولا مش رسمي. هوب تنتشر، هوب تروح الجرايد الالكترونيه، هوب تتشهر اكتر من العمل الرسمي بتاع المسلسل ويجي لك فولورز. لو مشيت بالمنوال ده ان شاء الله في خلال سنه بالكتير هيكون عندك 100,000 فولورز فاعلى. برضو افضل تعامل مع نفسك على انك فيجوال ارتست وان انت فنان قوي، فاهم؟ لان طبعا معروف ان الفن ان انا اركب مثلا لا كذا دوبابيلا على ب100 وش. فعلا ما هو ده الفن يعني، ده كده دي اعظم فكره في الوجود. او مثلا تجيب عبد الغفور البرعي وتحطه في بيكي بلايندرز، او تجيب مثلا هند رستم وتحطها جنب براد بيت، ده فن. لا انت فيجوال ارتست. تعامل مع نفسك على هذا الاساس، واوعدك ان انت هيتم استضافتك اكتر من مره. وانت بيتم استضافتك حاول ما تقولش اي كلام تتزنق فيه، لسببين. لان صدقني المعد حاطط اسئله عبيطه جدا، والمذيعه ولا هي سامعاك اساسا ولا عارفه انت بتقول ايه ولا عارفه السياق، وهي بالكتير قوي قبل الهوا فرجوها اللي انت عملته وخلاص. فابدا قول كلام من نوعيه الفكره طب ما تيجي نشوف ان عمر الشريف يتصور مع عمر الشريف وهو صغير، دي بالسهل. ولما سألنا مصمم الجرافيك أحمد فهمي عن الفكرة رد وقال والله الفكرة كانت عندي طبعا اوريجينال، كانت عندي من انا اللي فكرت فيها واخترعتها، ما شفتهاش بس اتعملت 200 مليون مرة أجنبية وعربية قبل كده، فقررت ان انا اعملها باسلوبي. لما اتسأل عن اهم ما يميز اسلوبه قال لا اسلوبي حضرتك ان انا اعمل نفس الفكرة بس اعملها وحش. ده التاتش بتاعي، دي الامضة بتاعتي، ان انا اعمل نفس الفكرة بس اعملها وحش. وحضرتك هو ده الجرافيك ديزاين، هو ده الجرافيك ديزاين، ان احنا نعمل افكار. يا بص الحلاوه عادل امام مع عمر الشريف وهو صغير، هو ده الجرافيك ديزاين. انا كده فنان تشكيلي، يجي لي شغل بقى. ولما سالنا عن ان الفكره بسيطه جدا ومكرره واتعملت مليون مره
رد وقال: لا، هو واضح ان حضرتك مش مقدر الفكره، وباين ان حضرتك مذيع حمار اساسا، والاعداد اللي معاك طقم بهايم. الفكره دي خدت مني تفكير نص ساعه تفكير. اسكت، بقول لك نص ساعه بفكر في الفكره دي. هو ان عمر الشريف يتصور مع عمر الشريف وهو صغير دي بالسهل؟ انتوا مش مقدرين الشمعه اللي بتحترق. انا بعرق يا استاذ، انا بعرق لاجل الجرافيك ديزاين، انا بعرق لاجل الفن التشكيلي. انتوا مش مقدرين الفكره ولا ايه؟ طب يا ريت بقى نخلص، عشان انا عندي كذا مقابله هروح اقول نفس البق الاقرع ده في كل مقابله اطلعها، معلش. ولما سالناه عن مشاريعه القادمه رد وقال: طب خدي بقى حته اكسكلوسيف، ان شاء الله هينزل بوست على الانستجرام بكره في محمود عبد العزيز وهو على بعد ساعات من البلوغ مع عادل إمام، وهو بيشرب سيجارة لأول مرة من ورا أبوه، وهم طالعين من درس كيمياء في ليلة شتاء باردة سنة 66. ولما طلبنا منه نصيحة للمبتدئين في المجال وهل بيحتاجوا شهادة أو سابقة أعمال قوية، رد وقال: شهادة مين؟ شهادة مين ولا بروتوفوليو مين؟ أنا بروفايلي على الانستجرام شهادة. طب أنا أحسن واحد يعمل تصميمات عيد ميلاد في العمارة بتاعتي، يلا. أنا عايز بس أشوف آخرتها، يعني أنتوا مش مقدرين اللي أنا بعمله والفن اللي أنا فيجوال أرتست، أنا فيجوال أرتست. ولما سألناه عن طموحاته رد وقال: أنا إن شاء الله نفسي في يوم من الأيام اعمل افيش فيلم، او يعني يمكن حد يرد عليا من اللي انا عمال اعمل لهم منشنز في ستوريز واعمل لهم يمكن. والله انا افكاري المعيه جدا في الافيشات، وسوق الافيشات المصريه محتاج حقيقي، محتاج افكاري فيه. وهو افيش الفيلم ايه غير الصوره وخلفيه مبلوره بس؟ هو ده افيش الفيلم، مش معضل، مش ازمه، هو كل اللي ماشي عكا اخش اعك انا كمان معاه. ولما سالناه عن هل سبب انتشار اعماله انها متماشيه مع الديزاين برنسبلز رد وقال: وانتوا مش فاهمين حاجه، ولا انا فاهم حاجه، ولا الناس فاهمين حاجه، وربنا يديم الاونطه اللي ما بيننا. بس يا سيدي والله العمليه سهله، ولا نقعد بقى نشغل نفسنا بديزاين فاندمنتالز ومبادئ تصميم واساسيات، ولا نشغل بالنا ليه؟ احنا ايه، ناخد من باب الفوتوشوب باب تركيب الرؤوس بس، وما تقعر لناش بقى المسألة بيومة فندي وتقعد بقى تقول لي بقى تصميم وما تصميم هو ان انت تبقى فنان فقول على نفسك فنان عادي. بس هنا بقى بغض النظر عن الإفيه اللي انا مديته على استقامته لحد ما عمل فيديو كامل، انت كده بقيت ايه؟ انت كده بقيت واهب شغلك ببلاش لاي حد. هعمل لك عيد ميلاد، انا هعمل باكج النهارده شوية انفلونسرز على مذيعين اركبهم كلهم على لا كازا دو بابيل. خلاص فين انت بقى؟ فين شغلك؟ هل حد فيهم جابك تعمل شغل ولا بس كومنت وشير وستوري؟ بكام بقى؟ بكام الكومنت؟ يعني قول لي انا الشير والفولورز انزل اشتري بيهم جهاز بكام؟ فهمني يعني. لا عرفني لما الفنانه السنكليحيه البتنجانيه تقول لي شكرا بجد ابدعت، ايه وبعدين رحت فين؟ هل عملت بروتوفوليو قوي؟ هل اصلا حد من اللي انا واهب شغلي ليهم ببلاش ومسخر نفسي مسيار ليهم جابني اعمل افيش فيلم؟ لا، لان ده مش شغل، ده مش شغل بجد. ومش معنى ان بياخد لايكات وبياخد بتجيلك فولورز ان انت كده شغال بجد. لا، اي حد بيهبل على الانستجرام بيجيله فولور. اصحى انت في مصر، انت في مصر. يعني اي حاجه الصبح ممكن تاخد 100,000 فولور وتبقى ترند، فاوعى الارقام تغرك. وهنا هيحضرني مثال ملهم جدا، بس ملهم جدا اللي عايز يشتغل بجد، اللي هو عايز يستبلش كارير كجرافيك ديزاينر، عشان الموضوع باص خالص. انا مش معايا نفسي يعني حامل لواء التصميم، انا ما بقولش ان انا اعظم مصمم بس فعلا الدنيا بايظه خالص. كتير من المبدعين اللي شغلهم يتقل بالذهب مش واخدين اكسبوجر، والناس اللي بيتم استضافتهم في البرامج على الابيض. مثال عندنا شون جيمس ده واحد بيغني، وكان بيحط الاغاني بتاعته على اليوتيوب، وعمل الاغنيه اسمها ثرو ذا فالي او عبر الفالي او الوادي، وحطها على اليوتيوب. بس لا بقى عمل ايزي باي، ولا راح بقى عمل بروموت، ولا عمل اغنيه احتفال عيد ميلاد كل موظف في نوتي دوج كلموه احنا عايزين الاغنيه دي، قال لهم تمام، اشتراها منهم. كام سنه يا عم مش عارف حاجه عن الاغنيه. فجاه في مؤتمر كبير في لعبه منتظره هي ذا لاست اوف اس الجزء الثاني، والبطله بتاعت اللعبه إلي قاعده بتغني الاغنيه، بل ان في الاوبننج سيكونس بتاع اللعبه كانت بتسمعها بصوته، مع انهم شاريينها منه ان هم ممكن تغنيها بصوت تاني وعادي هو مديها حقوقهم، لا بصوته بتسمعها في ودانها. ليه؟ لان الاغنيه لما عملها بنفس،
عملها وهو مقدر انه بيعمل حاجه فنيه لابد ان تقدر. انا ما بقولكش ما تسعاش ان انت تنشر شغلك، يا عم كلنا بنسعى، بس انشر شغلك صح. اعمل بيهانس، اعمل لينكد ان، اعمل لنفسك موقع بهوست ودومين، حاجات على القد. خليك محترف في التعامل. صدقني مش بنظر عليك، لا انا في فتره مراهقتي 15 سنه بقيت اتحنجل لناس واعمل شغل ببلاش، واهدرت افكار واهدرت وقت، وفي النهايه المحصله كانت صفر. فين بقى؟ لا خليك محترف، خليك شغال كده، والشغل هو اللي هيفرض نفسه على الناس. ما تجيش بقى تسيب المورال من الكلام اللي انا بقوله وتيجي تقول لي طب اعمل بيهانس جاليري حلو ازاي. اسعى بقى في الموضوع بقى، دور كده، شوف يا عم ناس عاملين بيهانس جاليري حلو واعمل زيهم. ما عنديش الخطوات السحريه للنجاح، انت عليك عامل. مشكله الناس كتير اللي بتكلمني ان هو عايز يبعت لي رساله ونفضل بقى نتناقش مع بعض ساعات يوميا في تعليم التصميم. لا اسعى، لا اسعى. لما تبدا بنفسك وتتعلم مع نفسك وتاخد من الناس اللي يسبقوك في الوقت والخبرة مجرد ملاحظات، ما يبقوش ماسكين ايدك في كل حاجة. انا عايز اتعلم، قول اتعلم منين؟ انا عايز اتعلم، قول اجيب صور منين؟ لازم انت تتعب في الموضوع وتدور وتحبط وتنبسط وتحبط وتنبسط عشان يبقى عندك مقدرة تاخد قرار في الشغل. لكن لو اتعودت كل تصميم قبل ما تنزله على الفيسبوك او الانستجرام تبعتهولي او تبعته لاي حد انت بتثق في مستواه عشان يقولك الملاحظات اللي تحنتف بيها الشغل قبل ما تنزله، انت كده ما بتعملش لنفسك شخصية. فانا بعتذر لك لو كان ردي ساعات بيبقى عنيف شوية. انا عايزك من الاخر تطحن في الشغلانة عشان ما بتجيش غير كده. اما لو اخترت طريق الفولورز، فانا بشوف مؤخرا مصممين كتير مستموتين قوي على الفولور، نفسه يكتب حاجة مثيرة للجدل فتجو فايرال او تتشير ويشتموه عشان يجيله فولورز، عشان ياخد اكسبوجر، مع ان انت شغلك لطيف، شغلك كويس. لا انا عايز فولورز. والله يا ابني انا اديتك الحبيتين اهم. عايز فولورز، اديك عرفت الطريقه. عايز تشتغل، اديني قبل كده زمان قلت لك الطريقه. بس قولا واحدا وقطعا وقبل ما اقفل الفيديو ده، لو هتبقى انستجرام دارلينج فلازم تقف مع نفسك شويه. من الاخر، عم الترع، تركيب الرؤوس، عادل امام جنب عادل امام الصغير، اللي هي الفكره تتعمل بره من قديم الازل. الممثلين والممثلات على لوح فنيه بقى ليها موقع بيعملها. بلاش شغل الفهلوه والحنطقه والشغل اللي هو انا بقى اعمل اي حاجه وعشان بقى تتشير. تعامل مع، انت عايز تقدم نفسك للناس على انك فنان، تعامل مع شغلك على هذا الاساس. والفن ما بيتكروتش، والفن ما بيتدللش عليه في الستوريز وما بيتدللش عليه في البوستات. طبعا الاسطمبه بتاعت كل مره ان لو عجبك الكلام ممكن تعمل لايك، ولو حاسس ان انت تحب تسمعني وتشوفني تاني تعمل سبسكرايب على اليوتيوب وسي فيرست على الفيسبوك، ولو انت من محبين الانستجرام تعمل لي فولو على الانستجرام. اهم من كل ده تشوف الفيديوهات اللي فاتت، وبالتحديد الفيديوهين دول حلوين وبسمسم. وبس كده، شكرا جزيلا.